السلام عليكم. تحت عنوان افريقيا تطرد المستعمر الفرنسي. قبل ما نبداو الفيديو نعرفوا الحيثيات ديالو. عطر فمك بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، وصلي وسلم على اشرف الخلق سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلوات والسلام. الاخوان، حاليا كاين ازمه صامته ما بين المغرب وما بين فرنسا بسبب واضح هو ضبابيه الموقف الفرنسي تجاه الصحراء المغربيه، على خطى اسبانيا على ما كيبان لي انا، ولا خطى المانيا، ولا خطى هولندا، ولا خطى الدول العظمى الكبيره اللي خرجت من المنطقه الرماديه واعترفت بالصحراء المغربيه. اليوم غادي نشوفوا الدور ديال فرنسا في افريقيا. كتعرفوا بان فرنسا كانت من بين الدول المهيمنه اقتصاديا ثرواتيا، وكتنهب من الثروات ديال افريقيا باش كتكون انهم شعب يعيش في الرفاهيه الشعب ديالهم. واخا حاليا من بين الدول اللي طردات فرنسا، كتعرفوا بان بوركينا فاسو طالبت مؤخرا بانه يتم اجلاء او طرد الجيش الفرنسي من التراب البوركينافي. مالي كذلك على الخطى ديال بوركينا فاسو طلبات من فرنسا عدم التدخل في شؤونها الداخليه وطردت المستعمر الفرنسي. الجزائر كانت على خطى ديك الدول، بغات هي ترد، ولكن كتعرفوا بانه الحنين يا اخي، الحنين للدوله المستعمره اللي ابدت. مره كيخرجوا كيقول لك 1.5 مليون شهيد، مره كيقول لك 5 مليون، مره كيقولوا 7 مليون، واحد مؤخرا قال 14 مليون شهيد. ما عرفناش كيفاش بان هذه البلاد قامت باباده الجزائريين، وما زالت حتى الان وكالة الانباء الجزائريه كتقوم بنشر صور وفيديوهات ديال اثار ديال التجارب النوويه في الصحراء ديال الجزائر. اشنو كاين تما؟ الجزائر حاليا ترامات في الحضن ديال فرنسا، وكتعرفوا ان فرنسا حاليا بحاجه ماسه، لانها في القاره العجوز اوروبا بحاجه ماسه الى الغاز من بعد ما قامت روسيا، ولا هما قاموا بقطع العلاقات مع روسيا بخصوص المواد الاساسيه اللي هو الغاز. من بين المواد الاساسيه عندهم هو الغاز، كيستعملوه في الطهي، كيستعملوه في التدفئه، كيستعملوه في بزاف ديال الحوايج في المنازل ديالهم. فرنسا قالت اشنو غادي ندير باش انني ناخذ الود ديال الجزائر وباش نتقرب للجزائر، وخصوصا ملي كان خرج ماكرون وقال بان الجزائر ليست بامه، وان الاستعمار الفرنسي هو اللي دار ديك القطعه كامله الشاسعه ديال الجزائر. وراه كتعرفوا الاخوان بانه اقتطع واحد الجزء منا الصحراء ديالنا الشرقيه بالشارو تندوف، اللي انا كنامن شخصيا بان عيجي يوم ما سنسترجعها ان شاء الله، وامنوا بهذا، كنامن بهذه القضيه. اخوان، من بعد ما تلوحت الجزائر في حضن فرنسا، خدات فرنسا داكشي اللي بغات، خدات الغاز. وكاين تقارير ديجا خرجت في الفيديو البارح وهضرت لكم على واحد التقرير امريكي كيقول بان اللقاء مؤخرا اللي كان ديال الشنقريحه في فرنسا راه طلب من فرنسا بانها تقوم بالغاء الصفقات ديال اللي كيزودهم المغرب بالفوسفات، خصوصا واحد الكميه، واحد الفئه من الفوسفات اللي تقريبا الثمن ديالها زايد شويه طالع. راه الشنقريحه طلب من فرنسا انها تلغي مع المغرب هذوك الاتفاقيات، وايضا طالب من الاتحاد الاوروبي حتى هو من طبيعه الحال عن تدخل فرنسا باش تقوم بالغاء مثل هذه الاتفاقيات. تعرفوا النظام العسكري في الجزائر يريد فقط ان يشاهد المغرب في ازمه وفي فقر، ولكن لله الحمد ربي كبير كما تنقولوا حنايا، والله معنا ولله الحمد. فرنسا حاليا ما خرجتش من الموقف الرمادي. علاش ما خرجتش؟ باغيه تحافظ على العلاقات، باغيه تحافظ على الغاز، ماشي العلاقات، باغيه تحافظ على الغاز، على النصيب ديالها من الخبزه الكبيره اللي في الجزائر اللي هو الغاز، تاخذه بواحد الثمن اقل من 35% من باقي الدول الاخرى. بحال بغيتي تقول مثلا الا كان واحد لتر ديال الغاز ولا واحد لتر ديال الغاز ولا شي حاجه بواحد دولار، فرنسا تاخذو ب 65 سنتيم، يعني 35% نقصت ليها الجزائر، مقابل موقف عدائي تجاه المغرب. انه حاليا فرنسا
حسب ما كيقولوا الناس وحسب ما كاين واحد المواقف ثابته بان هي وراء التصريحات ديال الاتحاد الاوروبي بخصوص حريه الصحافه في المغرب، وذاك الموقف العدائي اللي عندنا ان شاء الله حلقات جداد غادي نهضروا عليه. كما قلت لكم خليو في العنوان ديالنا فرنسا تطرد افريقيا تطرد فرنسا. بالفعل كاين انباء دابا حاليا بان ماكرون كان من المرجح انه يقوم بزياره المغرب في هذه الاشهر هذه في الثلث الاول من سنه 2023. حاليا من بعد التصريحات اللي خرج بها البرلمان الاوروبي انباء كتقول بانه تم الغاء زياره ايمانويل ماكرون للمغرب حتى المور رمضان المبارك ان شاء الله العلي العظيم. ربما ديك الساعه تقدر تكون الزياره ديال ماكرون للمملكه المغربيه الشريفه. فوق من هذا الشيء كيخرج اعلام ديالهم وكيخرج ايضا المتحدثين الرسميين ديالهم وحتى السفير اللي كاين في المغرب وكيقول بانه ما بين فرنسا والمغرب راه ما كاينش شي توتر في العلاقات، ما كاين حتى شي حاجه كيقول تينفي ان شنو واقع. لهذا دليل قاطع على ان فرنسا تتخبط ما بين الجزائر وما بين المغرب، وعارفه راسها هي بان المغرب غادي يطوي اليد ديال فرنسا وغادي تخرج على خطى المانيا، على خطى ايضا اسبانيا اللي اعترفوا بمغربيه الصحراء ودعموا مخطط الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. ان سيدنا الله ينصرو مؤخرا تلاقى مع امين العام للامم المتحده وقال له بالحرف الواحد لا حل الا تحت السياده المغربيه. خصهم يعرفوا هذه القضيه هذه وخصها تدخل لهم في الاعماق الجذور ديالهم في الدم ديالهم. خصهم يعرفوا هذه القضيه باننا لن ثم لن نتنازل عن حبه رمل من صحرائنا الغاليه. افريقيا الاخوان تطرد فرنسا، حتى المغرب ربما يقدر يطرد فرنسا. ما بقى عندنا ما نديرو بواحد المستعمر اللي فقط الهم ديالو الوحيد هو ينهش الثروات ديال افريقيا وياكل ويشرب منهم ويدي الشعب ديالو اللي كيعيش الرفاهيه. فرنسا تما كاينه وعندهم اجور طالعه بزاف وحنا عندنا اجور منخفضه. اذا الموضوع ديالنا حاولنا ان نقربوكم شنو واقع. راه واخا كاين توترات باش تعرفوا هذه القضيه ما بين المغرب وما بين فرنسا، راه مازال تبادلات تجاريه ساريه المفعول. نحن لسنا مثل الكبرانات. فاش خرجت اسبانيا واعترفت بمغربيه الصحراء الكبرانات قطعوا معها العلاقات حتى التجاريه. الحمد لله حنا عندنا موقف ثابت ديالنا هو اننا كما قال سيدنا الله ينصرو الورقه او النظاره التي ينظر بها المغرب للاشقاء والاصدقاء والحلفاء ديالو هي الصحراء المغربيه. خرج من المنطقه ديالك ورينا الوجه ديالك، ما تبقاش تدور بحال الحنش بحال النفعه، ورينا الراس ديالك باش نعرفوا اشنو كنديروا معاك. اخوان كنتمنى الفيديو انكم ولو تكونوا استفدتوا منه شويه. مادام وصلتي حتى لهنا ما تنساش بارطاجي، دير لايك واشترك في القناه باش ان شاء الله توصل للجديد.